الحلم صغير بيتبعه الإصرار، الشغل، الاجتهاد والشغف، إلى دقة بيوصلنا للنجاح وللتميز. أهلا وسهلا فيكن ببودكاست جلسة تجميل، البودكاست اللي حنحكي فيه عن عالم الجمال والفن والإصرار خلف قصص أطباء التجميل المبدعين. اليوم ضيفنا اسم غني عن التعريف، الدكتور أحمد شريفة، استشاري جراحة التجميل وتنسيق القوام، أحد أبرز الأسماء الذي تركت بصمة في عالم التجميل الجراحي في المملكة وفي العالم العربي. اليوم رح نحكي عن رحلته، رح ناخد هيك رحلة خفيفة لطيفة عن رحلته، بداياته، أيام دراسته، المشاكل اللي واجهها، ومن بعدها رؤيته المستقبلية لجراحات التجميل. بداية أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد. خلينا نرجع شوي لأيام البداية. أنت بتعرف من نحن وصغار أهالينا اللي بيقرروا بدي بنت تكون مهندسة أو بدي ابني يكون دكتور. دكتور أحمد، هل هو اختيار منك أو بتشجيع من أهل؟ بصي، هنا انا العيله عندي كلها دكاتره. أوكي. فالموضوع ان انا ابقى دكتور ده ما كانش همهم قوي الاساسي. افتكر انا يعني احلامي ان انا كنت اكون حاجتين، يعني بعاد عن بعض جدا. عالم او ضابط. يعني ما حد سالني، كان الحاجات الغريبه جدا طفل صغير يتسال ابقى عالم. يمكن لان انا كنت شغوف جدا بالتجارب، خصوصا الكيميائيه والكلام ده كله. مع ان انا كنت طالب متميز في الدراسه، بس عادي يعني مش مثلا في طلاب الموضوع ممكن فعلا يخش في كورسز عن الساينس والفيزيكس كيميكس الكلام ده، بس مش انا. يعني انا كنت طالب عادي جدا في مجال اجتهادي، طالب متميز لكن ما كنتش عالم ولا حاجه. بس اجتهادي دايما ان انا كنت حابب فكره العالم اللي بيخترع شيء، او ان انا اطلع ضابط. وده حلم يمكن كتير من أغلب الشباب. اغلب الشباب ده وانا صغير خالص. بعد كده هي السكه اللي اخدتنا بقى ان انا ادخل كليه طب عن اقتناع تام. يمكن انا كنت مقدم في كليه صيدله في الاول، تحت ضغط ان المشوار الطب مشوار طويل، بتحتاجي فيه دراسه طويله، سواء ماجستير دكتوراه او بعد البكالوريوس، وبعد كده تريننج. فطبعا عشان انا عندي خلفيه طبيه بسبب العيله، ففكرت ان انا اخد صيدله. وبعدين في النهايه زي ما بيقولوا جينات كده رجعتني تاني لكليه الطب. تمام، يعني فينا نقول هون كانت الشرارة الأولى. ان انا دخلت كليه الطب. مم. الحمد لله كنت بتفوق فيها، وطلعت من المتفوقين في الكليه. فابتدى المشوار بقى. ما شاء الله. أوكي. نحن بنعرف عنا علوم عامة بتكون يعني دراسة لكل شيء، طب بعدين تخصص. ليش اخترت هالتخصص؟ بصي، هو اي جراح اي طبيب مم. في الجامعه، لان انا عضو هيئه تدريس في كليه الطب. فاي طبيب في الجامعه ما بيختارش التخصص براحته قوي، أوكي. الا اول الدفعه اللي هو تمام. الوحيد اللي له الحق انه يختار اي تخصص هو عاوزه. آه. انا ما كنتش اول الدفعه، وبالتالي الاوبشنز اللي كانت قدامي كانت كل شويه بتقل. لان احنا عندنا في التعليم الجامعي في سواء في مصر او في اغلب دول العالم، والتعليم في المستشفيات الجامعيه هو احد افضل مدارس الطب، ان انت تكون بتتعلم في مستشفى جامعي. صحيح. صحيح، العلم الطب حاليا ما عادش حكر على الجامعات فقط، ولكن لينا زمايل متميزين في المستشفيات الصحة والمستشفيات التعليمية، ولكن الأساس هو المستشفيات الجامعية. فعشان أنا كنت من المتفوقين، فعدد أو توزيع التخصصات أو النيابات زي ما بيقولوا، اللي هي نائب يعني بداية التخصص بتاعك، أو طبيب مقيم يعني. فقعدة الأطباء المقيمين دي كانت الأول، بس هو اللي من حقه يختار كل حاجة. وأنا بالنسبة لي فضل اختيارات معينة، وربنا قدرني ان انا اختار، او يعني اختار لي ان انا اختار تخصص التجميل. في الاول انا كنت بعيد عنه خالص، ما اعرفش عنه حاجه، ما كنتش بحضر حاجه في فتره الامتياز خالص. مهم. بس سبحان الله، ربنا لما بيبقى كاتب لك حاجه بتكملي فيها بقى. يعني ما كنت دايما بتعرف انك حتصير دكتور تجميل؟ لا، انا كنت كانت حابب اكون جراح. جراح. جراح، أوكي. لكن تخصص تجميل لا. اوكي. كيف كانت ايام دراستك؟ خلينا نروح شوي لايام الجامعه، ايام هل واجهت صعوبات لا، هي بالبدايه؟ ما فيش صعوبات قد ما دراسه الطب مرهقه. عشان تبقى متفوق في دراسه الطب بتجتهد وبتتعب كتير جدا. في حاجات كتير بتضحي بيها، بس ده مش صح. يعني ما بقولش ان انا كنت صح، كان ممكن اوازن ما بين ان انت تستمتعي بحياتك قوي، وان انت برضو تجتهدي. لكن في النهاية انا برضو يعني الحمد لله كنت راضي عن مشواري في الكلية، كنت بجتهد. فطبعا لا، هي ايام صعبة وايام بتضغطي فيها على نفسك، وانت بتنافسي وبتواجهي ناس متميزة. يعني هم التوب بتوع وجه الصحارى نحن بالظبط، بنقول. يعني هو الكريمة يعني. فانت معاكي ناس كلها متفوقة،
كان لازم الاجتهاد ده بيبقى فيه جزء طبعا مجهود عليكي بدني ونفسي، مش زي زمايلك اللي في كليات تانية مش بتعملي كل حاجة بمزاجك. الوقت له قيمة، وطول مدة الدراسة ده لوحده عبء عليكي. لما بتشوفي زمايلك بيبتدوا مشوارهم المهني وانت لسه وانت في بعد الدراسة تدرس. بتبقى عبء شوية. هل كان في تشكيك من الناس حول تخصصك؟ تشكيك من الناس؟ لا مش يعني اكيد طبعا تخصص التجميل من 15 سنة مثلا كان لسه ما اخدش البروباجندا بتاعت دلوقتي. فتشكيك في ناس، بعض الناس شككت فيه يعني. ما فيش فيها مجال. بس ما افتكرش ان انا كنت دايما طول الوقت انا دايما بسمع لرأي الناس اللي يهموني، اللي واثق في رأيهم، حتى لو انتقدوني بس انا واثق في رأيهم. مم. الباقي كله كنت يعني ما كنت بحط طنش. ورا ظهري. طنش. اوكي. نسمع كتير انه جراحة التجميل تحتاج لحس فني، وبالاخص انت فتت جراحة تجميلية، مم. فمش بس شيء طبي. فهل كنت تمتلك هيدا الحس من قبل؟ ده احس فني رسم وكده. اكره حاجه، اكتر حاجه بكرهها الرسم، مع ان انا اكتر حاجه بعملها دلوقتي الرسم. نحته دي شهته. حقيقة. فلا انا ما عنديش. انا كان عندي احب الموسيقى جدا، احب اسمع موسيقى شرقي جدا. برضه هيدا حس فني. طبعا طبعا. بس ما كنتش بمارس حاجه منهم يعني. مش لما طبعا انا بيني وبين الرسم عداوه تمام زمان يعني، رسم على البورتريه والكلام ده. لكن الموسيقى والكلام ده كله لا. انا يعني من ضمن احلامي ان انا لما الدنيا تهدى معايا شويه ان انا اتعلم حاجه فيها موسيقى، ولان بشوف ان هي من الحاجات الجميله جدا. في حس فني في الناحيه دي. في ناحيه السينما احب اشوف الافلام العميقه اللي بتقدم رساله. ده ممكن لو سميتيه حس فني فده حس فني موجود يعني. جميل جدا. إذا رجع الزمن بالدكتور أحمد أيام الجامعة، شو الرسالة ممكن توصلها لنفسك وقتها؟ لا كان ممكن اوازن شويه بين الاجتهاد وان انا ابيع نفسي. واجتماعية لحالك. طيب خلينا نبلش بطريقك للتميز، نروح لهيدي المحطة من حياتك. دكتور أحمد، اليوم اسمك مرتبط بالدقة والنتائج الطبيعية، شو اللي ميز أسلوبك بالعمليات؟ بص يعني اقول لك حاجه. تخصص جراحه التجميل التخصص الوحيد اللي انت كل يوم بتحسني، ومش لازم تكوني بتحسني يعني اللي انت كنت بتعمليه كان وحش، بتغيري وجهة نظرك في العمليات، خصوصا عمليات الجمال اللي الناس فاكراها. بصي جراحة التجميل كذا برانش، أهمهم حالات الحروق وجراحات الجمال وجراحات الوجه والفكين وجراحات اليد وجراحات التعويضية. الحقيقة إن الجراحات الجمال الناس فاكراها سهلة. لا مش سهلة. أنت بتتعاملي مع حد هو طبيعي. دي الجراحة الوحيدة اللي بتتعاملي مع حد طبيعي، حد حلو عاوز يبقى أحلى. يبقى أحلى. يعني مفيش ورم، مفيش كسر، مفيش مشاكل مفيش مرض، مفيش حرق. يعني حتى في برانشات تانية عندنا التعامل مع المريض اسهل. انت تعاملي مع حد طبيعي جدا وحلو جدا عاوز يبقى احلى. تمام. فانت فكره بقى ان انت تغير مفهومك للجمال بيتغير مع الوقت. التكنيك كل ما اشتغلتي اكتر كل ما التكنيك بتاعك اتحسن وبقى ادق وتوصل للهدف اللي انت عاوزاه. ومور ناتشورال مع الوقت. بالظبط. فالقصه بتبتدي من بدري. القصه بتبتدي ان انت ازاي وانت في مرحله الطبيب المقيم. بيبقى مرحله قاسيه شويه بس بتتعلمي فيها كتير. اول 3 سنين دول انت بيبقى تواجدك مع الاسره قليل جدا، ولكن بتفتكريها بعد كده ان دي اللي فرقت معاكي. بعد كده تيجي المرحله الاكثر تخصصا شويه لما بتبداي تدرسي حاجه معينه في الجراحات وتبتدي تحسني ويبقى ليكي اسلوبك الى حد ما، مش بس مجرد تابع للناس الاكبر منك اللي هي فتره المدرس المساعد بنسميها عندنا في السلك الجامعي. بعد كده المدرس. فالفكره ان ازاي انت من خلال تجاربك مع الاخرين واجتهادك الشخصي في الشغل وفي العمل بتقدري تطوري اسلوب ليكي لوحدك. كل جراح تجميل له فلسفه يعني، بس خلينا نقول فلسفه اكتر منها اسلوب في النتائج اللي هو عاوز يوصل لها، في طريقه النتائج اللي هو عاوز يوصل لها. ده كله هي الجراحة الوحيدة اللي بتعتمد على فكرة التكوين موروء يعني جانب علمي قوي ومعلومات أكتر وحس فني مربوط. ازاي ده كله ازاي تدمجهم مع بعض، مع ان انت تعامل السيفتي مهمة جدا بالنسبة للمريض عشان توصل لمدرسة معينة في شغلك ان انت هتحقق نتائج حلوة. حلو كتير. هل بتعتبر جراحة التجميل فن أكتر من علم؟ لا طبعا. لا طبعا جراحة التجميل علم علم علم. علم بحت. في جزء كبير، لا مش بحت، في جزء كبير منه في قرارك متعلق بالفن، تنفيذك فيه علم كبير طبعا. تمام. كيف قدرت توازن بين الجانب الطبي والعاطفي، خصوصا انه كل مريض بيدخل العيادة له قصته وله مأساة معينة، اللي ثقة بحاله بده يغير؟ زمان وانت صغيرة ما بقاش فيه، ما تهتميش بالجانب العاطفي
قوي مع المريض، باعتبارك ان انت زي زمايلك الجراحين بتتعاملي مع المريض عملية وخلاص. خلاص. لكن بعد كده بتكتشفي ان الاهتمام بالجانب النفسي مهم جدا، لانك بعد قعده مع المريضه ممكن تفهمي هي مشكلتها فين. مم. ممكن المشكله مش في جسمها، ممكن المشكله في مخها اصلا، يعني مش صح. مخها يعني، في استيعابها للمشكله اللي هي فيها لو عندها، او تقبلها لشكل جسمها اللي ممكن يخليكي ما تعمليش المريضه العمليه اصلا. لان الامانه الاسوأ حاجه في شغلنا لو المريضه عندها مشكله في تقبل جسمها، هي مش هتتقبل الجراحه ولا هتتقبل النتيجه، وهتبقى صداع كبير جدا للجراح. فمن ضمن الحاجات اللي انت بتتعلميها في التوازن ده ان انت ازاي اصلا تقبلي عيان تعملي له عمليه او عيان ما تعمليلوش عمليه، وان ازاي برضو تحضري مريضك نفسيا لو عنده مشكله، انه ازاي هنحلها له، هنحلها له في قد ايه وفتره النقاهه، وان اللي حواليك لو بيضغطوا عليك لا احنا ازاي نشيل عنه الضغط ده. والعواقب اللي بتيجي بعدها بالظبط مثلا. بالظبط. تمام. طيب، هل في حالة معينة أو موقف معين علق بذاكرتك خلال مسيرتك المهنية؟ في مواقف كتير جدا، بس مم. انا لا انسى في حياتي مم. وانا قاعد في العياده بقى بعد ما الدنيا بقت يعني زي ما بيقولوا مشهور والكلام ده كله، وسلسله عيادات وكلام من ده، جات لي مريضه يعني هي منتقبه يعني لابسه نقاب. فمجرد ما قعدت قدامي فسالتني، قالت لي حضرتك موجود في المكان الفلاني، المركز اللي احنا كنا بنتدرب فيه جوه الجامعه، مم. مركز جراحه التجميل والحروق. فقلت لها اه. سنه كذا، قلت لها اه. فانا لقيت المريضه بتعيط عياط هستيري يعني، ورفعت النقاب كده وبدات تعيط، فانا مش فاهم هي بتعيط ليه. فلقيتها بتقول لي انا فلانه الفلانيه، وانا جيت لك كنت حامل وحصل حرق كبير ليا وحرق في بيتي، وكانت بنتي كمان محروقه، بنتها قاعده قدامها بس كانت صغيره وقتها، وانا ما اعرفهمش طبعا. عيان الحروق، وده فرصه الناس تبقى فاهمه مأساة الحروق. عيان الحروق في الالنس بتاعه كده في عز المرض يعني زي ما بيقولوا، شكله مش عشان بس وشه ممكن يكون محروق في اماكن تانية وشه طبيعي، بس شكله كمريض كمرض زي بالظبط عيان الكانسر، بيبقى مختلف خالص، خسسان، هزال. يعني ما بنقابلهم في الشارع بعد 4 5 شهور او سنه ما بنعرفهمش، هم بيعرفونا احنا ما بنعرفهمش كاطباء. مم. فانا طبعا مش فاكرها يعني، وعدى على الحادثه سنين. هي فلقيتها خضعت العملية خضعت قبلك يعني. قعدت بقى تتعالج، وبعد أوكي. كده خضعت العمليات، وكانت حامل، وازاي ان احنا نقدر نحافظ. في الفتره دي انا كنت طبيب مقيم، يعني اكتر حد قاعد في المكان وملازم للمريضه، فبتشوفني كل يوم، بتشوف قد ايه ان انا مثلا في شغلنا عموما في جزء انساني المريض بيحسه. الدكتور ده بيخدمني مش عشان واجبه المهني قد ما هو واجبه الانساني. ففكرتني وقد ايه ان هي انا فرقت في حياتها، وان انا هتأثر، وفكرتني ازاي انا كنت بخاف عليها وبخاف على بنتها وبخاف على كل المرضى وبهتم بيهم. فدي كانت اكتر لحظة مؤثرة بالنسبة لي، لان الناس فاكرة ان شغلنا النجاح فيه هو الشهرة والفلوس والعمليات، وعملت كام عملية وكام عملية ناجحة والناس بتقول اسمك ازاي والفولورز، لان احنا برضو في جزء من شغلنا اكتر ميديا، اكتر من ناس شو اكتر من تخصصات تانية. بس مصدقيني ما اثرش فيا قد ما اثر فيا هذا الموقف، ان انت قد ايه ممكن يكون ربنا بيكرمك في حياتك بعد كده لاسباب لا تعلمها، ممكن يكون احد اسبابها دعاء مريضه صح. في الوقت ده. نجيك بنسبة بالظبط، ده كبيرة. حقيقه. في بعض الاحيان في لحد دلوقتي بقالي 15 مثلا 12 سنه، في ابو بنت كانت محروقه عندنا برضو لسه بيكلمني في الاعياد ويسال عليا ويطمن عليا وتعقبني، لان انا اللي كنت مستقبل بنته واول غيار ليها، وكانت بنته حالتها خطره جدا، وفضل ربنا سبحانه وتعالى اجتهادي انا وزمايلي واساتذتي وفريق التمريض اللي معانا، ازاي قدرنا البنت دي تخرج لاهلها. وده حاجه قيمه بالنسبه لاي اب لا توصف، ان هو بنته تكون بين الحياه والموت. فان انت تكوني بتاثري في الناس، دول اكتر موقفين بيأثروا فيا في حياتي. غير بقى لا ماليش دعوه يعني، احيانا كتير جدا تجي لي رسائل مدح من مرضى انت عامله لهم عمليه تجميل دلوقتي او طبعا انت مجتهد فيها وتعبت عشان خاطرها، بس في النهايه مش زي ما كنتي بتجيلك رسائل تقدير من سنين لناس انت ما كانش بينك وبينهم هي ما جاتلكش عيادتك، ده هي جاتلك في مكان حكومي انت عملت معاها مجهود انساني منزه عن اي بداياتك. صح. بداياتك، ده بيفرق كتير. صحيح. شو برأيك أكبر خطأ ممكن يرتكبه جراح التجميل في بداياته؟ في بداياته ونهاياته في كل حاجه الغرور. يعني الغرور. طبعا، لان هي الشغلانه دي ستر من ربنا سبحانه وتعالى، احنا دايما نقول كده في الجراحين، يعني الشغلانه دي ستر من ربنا سبحانه وتعالى، توفيق من ربنا سبحانه وتعالى.
اكبر خطأ تاني للاطباء الصغيرين الاستعجال. الشباب الصغيرين مستعجلين قوي قوي. انا مش كبير يعني في السن ولا حاجه، بس بتكلم على الشباب كان بدي الاصغر مني. اسالك، ما شاء الله بتقلي 12 سنه وانا لا، من دكتور اول مبين بدايه. زغتور. بس لا، في الشباب الجداد خالص الاصغر مننا ب 10 او 12 سنه وكده واكتر. لا يعني عاوزين يوصلوا. برضو السوشيال ميديا ورت لهم جراحة التجميل ده على انه نجم، يعني 100%. السكه سهله، يعني انت صح فاهمه. صح. خصوصا ان في بابليك فيجرز بقت مشهوره من جراحين التجميل وكده، فيقول لك ايه لما انا ابقى زي الدكتور احمد، زي الدكتور فلان، زي الدكتور فلان. لا، السكه ابعد من كده واصعب من كده واطول من كده، ويا رب توصل لها وتبقى احسن مننا. بس لما تبقى مالي مكانك علميا ومهنيا، صح. لان المشوار طويل، والليرنينج كيرف في جراحات التجميل طويل طويل طويل، وكل يوم جراح التجميل حتى لو اشتغل الاف الحالات في حالات لسه جديده بيحسن. وبحسن. فما ينفعش انت تبقى جاي شغال حاله ولا اتنين وزي تعمل ما كل بتخش حالك. السوق كده بصدرك كده زي ما بيقولوا. تمام. عندي سؤال، مين كان الملهم او الشخص اللي ترك بصمه بحياه دكتور احمد بص انا هقول لك حاجه. وبمسيرتك المهنيه؟ بص مارادونا زمان، انا طبعا يعني قصه مختلفه، بس انا باخد من القصه دي. مارادونا لعيب الكره المشهور لما سالوه السؤال ده، توقع انه يجاوب مدرب او فقال لهم من الظلم ان انا ابويا اللي رباني ان انا ما اقولوش. وانا الاجابه دي معلقه في دماغي، وانا لحد دلوقتي طبعا انا والدي هو اكتر شخص دعم ليا في الدنيا دي، الله واتعلمت يخليك إياه منه يا رب. حاجات كتير. هو طبيب اصلا، فتعلمت منه حتى العطف على المرضى. يمكن هو تخصص غيري شويه من تخصص بطنه، فهم يعني غيرنا شويه. لكن انا اتذكر انه دايما كان يعين. مثلا انت عارفه الدكاتره بيجي لهم احيانا سامبلز او عينات او كلام من ده، فازاي وانا صغير اشوفه عاين السامبلز دي حاططها في مكان، فاساله يعني الادويه دي رايحه لمين، او ليه خارجه بره البيت. يقول لي دي رايحه لفلانه مثلا، انا هشوفها النهارده ومريضه مسكينه فانا هديلها الدواء ده. رؤوف، عنده رحمه. فاتعلمت منه ده جدا. هو شخص جميل جدا في التعامل مع الناس. بحاول اتعلم منه ده لان دي موهبه من ربنا، احاول اقرب له. داعم ليا جدا. فطبعا الشخص الملهم ليا في حياتي هو والدي ووالدتي. والدتي ملهمه جدا في حسمها. والدتي مش قاسيه قد ما هي حاسمه. والدتي حنينه جدا، ولكن تشوف الابيض ابيض وتقول لك ده ابيض، تشوف الاسود اسود تقول لك ده اسود. لو انت غلطان انت غلطان، واجه نفسك. اتعلمت منها ده جدا. ان انت ازاي تربي جواك الضمير، ان انت لو في لحظة هتضعف عشان حاجة معينة فيما يتعلق بتعامل مرضى او حاجة، افتكر دايما والدتك بتتعامل معاك ازاي عشان وربط فيك ايه. مم. فدول الملهمين ليا في حياتي، هم دول الاساس. لا ننكر طبعا دور الناس الاكبر منك اللي علموك بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وان كان انا بشوف ان دول هم الملهمين الاساسيين في حياتي. جميل. هلا كل نجاح وراه طريق طويل، شو أصعب فترة مريت فيها بمسيرتك المهنية؟ اصعب فترة اول فترة وانت بتتعلمي، لان بيبقى في ضغوطات عليكي. خارجة من بيتك، بقيتي فجأة مقفول عليكي، بعدتي عن أسرتك، عن الزوجة، عن عرست الابنة، عرست عرست وبقيتي بتقعدي في المستشفى طول الوقت. فدي نفسيا بتأثر فيكي لو انت بتحب عيلتك. والطريق التاني وانت بتستارت اب يور بيزنس بقى، ان انت بتطوري ازاي. انت بقيتي مش مجرد جراحة او دكتورة، انت بتكوني البيزنس بتاعك. هما دول اكتر فترتين بيبقوا منهكين لأي جراح تجميل في حياته يعني. جميل. هل واجهت انتقادات أو سوء فهم من الناس بسبب طبيعة تخصصك؟ في الاول طبعا كتير، ان هو حرام وانت بتغير خلق ربنا والحاجات دي. وبرجع اقول ان التجميل اولا له فروع كتير جدا، مش جراحات الجمال بس. وحتى جراحات الجمال احنا لينا معايير ما بنخرجش براها. مم. فانا مش هقول حرام وحلال، لكن يسأل في ذلك اهل الفتوى يعني. لكن انا بشوف ان المريضه لما تقول لي انت رجعتني لجوزي بسبب عمليتك، يبقى اعتقد ان انت لما بتضيفي ده حاجه ثواب لحد. يمكن. بالظبط. فانت بتبسطي حد، صح. رسم الابتسامه على وجه حد، صح. فرحه حد في عمليات الجمال او غيرها. ده اعتقد مفيش احسن من كده ومفيش. وطالما بتراعي ربنا في شغلك واختيارك للمرضى وامانتك في عرض المعلومه عليهم، فربنا بيسترك يعني ساعتها بتحس بقيمه مجالك وتخصصك يعني. صحيح. كيف تتعامل مع خوف المرضى أو توقعاتهم العالية قبل العملية؟ توقعات عليا دي اكتر مشكله لاي جراح. وكل ما بتكبري وتقدمي في شغلانتك بتبقي واضحه اكتر مع المريض، علشان ما تدخليش مع المريض في الديبيت بقى والشك بتاع فكرة انت ليه وازاي وانا كنت ممكن ابقى كده. مم. كل ما كانت معلوماتك واضحة وادق، كل ما كان الطريق اسهل بينك وبين المريض ان انت ما تخشوش في المشكلة بتاعت هاي اكسبكتيشن دي، لان دي عدو الجراح الاول حاليا، جراح التجميل. هل كان في عملية أو تجربة معينة علمتك درس كبير بمسيرتك المهنية؟ في عمليات كتير. آم،
أضافت جدا وغيرت يعني، لا كان تحدي لك. بص انا ليا كلمه دايما، انا بعمل عملت الحمد لله الاف العمليات. ما شاء الله. كل عمليه انت داخل تعملها لازم تبقى محترمها وخايف زي ما تكون اول مره هتعملها. مش كلام والله، زي ما انت اسمك لما بيكبر وبيبقى الناس متأملة فيكي شيء، لازم بتتعبي على نفسك وعلى اللي حواليك ان هم يعني ان انت ازاي توصلي احسن حاجة، لان ده اسمك، انت بتدافع عن اسمك. ما هوش جراح عادي بادئ صغير فبتجرب لسه او بتجتهد، يعني مش بتجرب بس وأهم شيء بتجتهد. للدكتور سمعته أصلا. بالظبط، فان انت تخاف دايما على ده بيجي على نفسك، على حساب بيتك، على حساب اسرتك. فهو ده الاساس، ان انت تعتبري دايما اول مره كانك داخله تعملي العمليه لاول مره هتنجحي. يوم ما الغرور يدخل للنفس مع اي بني ادم، تصدقيني الدنيا ما بتبقاش لطيفه يعني. صحيح. تمام. نسمع كتير عن التحدي بين إرضاء المريض والحفاظ على النتيجة الطبية الصحيحة، كيف بتوصل لتوازن بين هول الاثنين؟ لا يعني هو انت لازم بص، احنا شغالين علم، احنا مش مجرد ان احنا بنغير في الاشكال وخلاص. في معايير لينا تخلينا نقدر نوصل المريض للنتيجه اللي هو عاوزها، وفي معايير تخلينا ما نقدرش نعمل ده، لا انا ولا غيري ولا اي جراح تجميل تاني. فبالتالي لازم نكون واضحين مع المرضى عشان تبقى الامور واضحه. ودايما انا اقول الكلمه، مش كل عيان داخل لك العياده لازم يعمل عندك عمليه. انت مش تاجر، صح انت مش بتحقق تارجت. صح صح. ومش معناه ان انت جراح وحش، ومش معناه ان المريض سيء. انت مش هتقدر تديله، ممكن يشوفه عند جراح تاني وخلاص، وربنا يوفقهم يعني. صحيح. مش كل مريض يخش عندك لازم يعمل عندك العمليه. تمام. ودايما اقول للمريضه ما تربطيش عمليتك بسعر او بعرض او انا معايا فلوس العمليه دي بس مش معايا فلوس العمليه التانيه. ده جسمك. احنا بنقول لك الاوبشن الصح، مفيش اوبشن بديل ليه. وقت ما تبقي جاهزه نفسيا وماديا انت تعمليه اعمليه. اعملي. بس بلش فيه. جميل. خلينا نبلش بفقرة طب الحديث والتقنيات. يمكن بس قبل ما تفضل. اتكلم في الحته دي، آه. عشان انا حابب اضيف حاجه من الجانب الانساني يعني. انا احب اشكر اولا اسرتي، الاسره الصغيره بتاعتي، لان هم اكتر ناس داعمين ليا. زوجتي دعمتني جدا، ومن غيرها ما كنتش اقدر احقق ان اي حاجه من اللي انا عملته. خليكم لبعض. متشكر جدا. وبناتي طبعا بيستحملوني كتير ان انا بغيب عنهم. بحب اشكر فريق التيم بتاعي كله في كل العيادات في مصر والمملكه. وانا اقول دايما ان نص رزقي ونص رزق اي حد ربنا راضي عنه في الناس. انا نص رزقي في الناس اللي بتشتغل معايا، اللي بيساعدوكي بحب، اللي بتربطك بيهم علاقه، هم بيحبوكي. في اسباب كتير، اسباب ان انت ربنا بيوفقك ان انت تختاري ناس صح، واسباب ان انت دايما حسسي اللي معاكي ان هم جزء من الشغل، هم مش بيشتغلوا عندك، هم بيشتغلوا معاكي. اشتغل معي. معاك. الجانب الانساني قد ايه، ودي برضو اتعلمتها من والدتي، تهتم باللي حواليك بيشتغلوا. حد مضايقه في حاجه، يعني انا ممكن اخش على حد اقول له انت متضايق النهارده، انت زعلان او انت زعلانه النهارده. بشكر الناس كلها، بشكر الناس القديمه اللي معايا اللي استحملتني. في ناس، في حد مكمل معايا بقى له 15 سنه، بشكرها، هي ده بيست لسه لحد دلوقتي. ممكن بقى تقولي الفقره اللي انت حباها وانا معاكي. هلا حننتقل لفقرة طب الحديث والتقنيات. دكتور أحمد، اليوم بنشهد ثورة في عالم التجميل، تقنيات حديثة، أجهزة متطورة ونتائج أسرع. كيف بتشوف تأثير التطور التقني على عمليات الجراحية؟ برضه انا ستيل شايف ان ايد الجراح والفيجن بتاعته في جراحات التجميل هتفضل هي اساس، هي او 70% من الشغل. ال 30% الباقيين من التطور التقني حسن كتير قوي في النتائج، حسن ممكن في دقة الريكفري، أكتر أو الدقة الأكتر، حسن في الريكفري، حسن في ال مثلا ان التورمات بتروح بدري، ان احنا قللنا هامش العيانين اللي محتاجين بروسيديور معين وجهناهم لبروسيديور معين. لكن الاساس هو عين الجراح وايده وتخيله للحالة. جميل. هل برأيك التقنية ممكن تعوض الخبرة اليدوية لا، للطبيب؟ مستحيل. مستحيل قولا واحدا. ما هي أكثر التقنيات أو العمليات اللي بتعتبرها ثورة بمجالك من خلال السنوات الأخيرة؟ بص، هي ممكن تكون في برانشات تانية غير جراحات الجمال، سواء الجراحات الميكروسكوبية، سواء جراحات الوجه والفكين، اللي بتتعلق ازاي التكنولوجي بتاعت 3D printing، وازاي ان انا بحط امبلانت عشان اعوض deficiency او مشكلة في السكيلتون بتاع الفيس. ازاي بقى ال 3D printing ده بيشتغل على البروثيسز او التصور يمكن بيدي أحسن تصور احسن وادق بكتير كتير كتير.
جراحات الميكروسكوبية برضو حصل فيها تطور كبير الفترات اللي فاتت، ستظل من عناصر الأساسية جدا في جراحات التجميل. زي ما قلت لك جراحات الجمال ما ينفعش يكون فيها ثورة حقيقية كبيرة تكنولوجية ببساطة، لأن دايما أقول ممكن 10 جراحين تجميل يشوفوا عيانة وكل واحد فيها ياخد قرار سواء في الأنف أو في الجسم، والعشرة رأيهم صح. في واحد ممكن يكون رأيه أحسن من التاني، ولكن هي جراحة، ودي صعوبة جراحات الجمال، ما فيهاش معايير دقيقة واضحة ولا أرقام ولا ثبات، وخبرة الجراح بتفرق كتير. جميل. شو أكتر إجراء تحب تعمله بنفسك لأنه يعطيك شعور بالإنجاز؟ مفيش إجراء أنا ما بعملوش بنفسي، تمام؟ يعني كل حاجة دايما أقول عشان تبقى شاطر ناجح، او مش حابب اقول قائد شاطر والكلام ده، انا ما بحبش الكلام الكبير، ولكن عشان تبقى ناجح قوي ومقنع للناس اللي بيشتغلوا معاك. انا بشتغل معايا تيم حوالي مثلا بتاع ما يزيد عن 50 او 60 بني ادم لو حسبت كل الديبارتمنتس، يعني منهم ناس انا ما اعرفهمش، انا شفتهم في الشارع ما اعرفهمش قوي لان هم بعاد، وانا بحترم التخصص، ولكن ان انت تقدر تعمل كل حاجه اي حد في التيم بتاعك يعرف يعملها. ليا دايما كلمه كده اقولها بهزر فيها دايما مع الاطباء اللي معايا لهم او التيم اللي معايا، يوم ما اعرفش اعمل حاجه انتوا بتعملوها ابطل الشغلانه. يعني لازم ما فيش حد، لازم كل حاجه يو كان دو بقى. انت بتسيبي اللي حواليك ولازم تحترمي رايهم. اكتر واحد ياخد راي الناس اللي بيشتغلوا معاه انا، ممكن في الاخر اسمع مليون راي وانفذ رايي في الاخر، ده طبيعتي يعني مش في كل الاحوال، ولكن ولازم تدينهم مجالهم واحترامهم وتفكيرهم وتقديرهم، وممكن يكونوا هم بيعملوها باحترافيه وبيعملوها شطار جدا فيها، وممكن لهم وجهة نظر أخرى، ولكن على الاقل لازم اقصد بالكلمه اللي انا بقولها انت تبقى فاهم عشان تعرف تتكلم معاه، تبقى فاهم وتعرف تعمل كل حاجه هو بيقدر يعملها. جميل. هل تتوقع أن المستقبل بيشهد تحول أكبر نحو التجميل الطبيعي أكثر من الجراحات طبعا التقليدية؟ طبعا، ان الكيرف اللي فات الفترات اللي فاتت موصلنا، وده يمكن في الانف. زمان كان الانف لازم مرفوع ولازم ولازم ولازم، دلوقتي الناس تقول لك انا لو سمحت انا عاوزه نتيجه طبيعيه، ودي اكتر حاجه بتفرح. كتير الحنك كتير درج بالظبط، لا ده هياخد الكيرف بتاعه لسه، لكن الانف هو اللي ظبط شويه. تمام. بعيدا عن العمليات والمشرط والتجميل من هو أحمد الشريفة كإنسان؟ كيف بتقضي يومك برات العيادة؟ برات العياده بنام. انا اغلب الشغل، اغلب الوقت شغل. بشوف ان الجائزه الوحيده اللي انا بستحقها وجسمي يستحقها للاسف، يعني ده مش صح، تمام؟ يمكن انا مش طالع اقول ان انا ملاك يعني، لا لازم يبقى ليك جانب لنفسك ولاسرتك اكتر، بس هو خلاص احيانا لما بتخش التراك ان شاء الله تحاولي تخرجي منه وتعملي الموازنه دي على قد ما تقدري، بس طول الوقت اغلب النشاط بتاعي بيكون يا اما مستريح ريلاكسيشن نوم، او ان انت بتشوفي بقى يعني ايه. بحب انا الافلام السينما جدا، الافلام، بس الافلام مش القديمه، الافلام العميقه بحب الميوزك رسالة وراها. شويه كنت متحمس قوي، كروي جامد وما زلت، بس ما عادش فيه التعصب بتاع زمان ده، يعني فريقك يخسر يكسب عادي، يعني مش اخر الدنيا. صحيح. هل بتغير نظرتك للجمال؟ لا خالص، هو يعني عمر ما انا شايف الجمال من جوه مش من بره بس. كلنا بنحب الشكل الحلو، بس الاساس فيه ان انت تبقى من جوه حلو، يعني احلى. لو ما كنت جراح تجميل شو كنت تتوقع تكون؟ بظروفي الحاليه يعني ككونسبت بعد الخبرات اللي انا اخدتها في وضعي حاليا، ما اعتقدش ان انا كنت هقدر اكون اي حاجه غير طبيب. ممكن اي تخصص تاني، جراحه برضه، يعني اي جراحه تانية انا كنت احب اشتغلها، لكن ما فيش شغلانه معينه كنت احب يعني. خلاص بقى انت بتحسي ان الطبيب مش كلام والله ولا حاجه، بس هو برضه يظل الطبيب مداركه كبيره، بيقدر يعبر عن الناس. اغلب المثقفين والفنانين في زمن من الازمنه كانوا اطباء. فالطب هو شغلانه فيها مهاره ودراسه وانسانيه، بتختلطي بالناس، ففيها جزء كبير ميكس ما تلاقيهوش في اي شغلانه تانية. صحيح. شو اكتر شيء بتفتخر فيه اليوم؟ اكتر حاجه بفتخر فيها هقول لك حاجه، ان الناس اللي كانوا بيشتغلوا معايا وشباب ودلوقتي ما شاء الله اسامي محترمه جدا في مجالنا في كل التخصصات، سواء بقى موظفين سواء اطباء سواء تمريض، ان انت تقدري تاثري في حد ان هو يبقى ناجح وتدعميه وتفرحي بنجاحه وان هو ممكن يبقى منافس ليكي، دي اكتر حاجه بتفرحني. احساسي ناحيتهم بيفرحني بنفسي ان انا مش شايل حاجه ناحيه حد وعندي ثقه بنفسي كبيره.
يمكن يعني إيجازا أقول لك أثري في الناس اللي اشتغلوا معايا وحواليا هو أكتر حاجة أنا فخور بيها. ومين أول شخص بتفكر فيه بعد كل نجاح جديد؟ زي ما قلت لك والدي والدتي والأسرة وعائلتك الصغيرة. الصغيرة مم. الله يخليك إياهم. بتحب تختم الحلقة برسالة بتوجه؟ أختم الحلقة برسالة إن يعني إن الإنسان لما شفت برضو مقولة الفنان عادل إمام، وأنا بحب المشاوير النجاح إن هو يبتدي صغير ويبقى توب. كان بيقول إن الحظ ما بيجيش للجمود والسكون وده حقيقة. الحظ جزء مهم جدا في حياة أي بني آدم، لكن الحظ بيحب الحركة. هو قال كده وأنا بدعم الكلمة دي. هتجتهد ربنا هيجازيك ويوفقك ويديك الحظ. هتفضل ساكت، لا مش الحظ مش هيجيلك. ده عدل الحياة وعدل ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. نهاية بنقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. رحلة طويلة من الشغف والإصرار والإتقان. شكرا للدكتور أحمد شريفة على وجودك معنا اليوم. شكرا على الشفافية اللي شاركتنا فيها تفاصيل حياتك ومهنتك. فعلا النجاح ما بيجي صدفة، بل من شغف حقيقي وحرص على التفاصيل. نحن متأكدين أنك رح تستمر بإلهام كل الشباب وكل شاب طموح وطبيب بيشوف الجراحة مش بس علم بل فن ورسالة. صحيح.